السلام عليكم. يلا كحك. ايه رأيكم في الجمال ده؟ تعالوا نشوف عملناه النهاردة ازاي. يلا بينا على المقادير. هنبدأ الأول بالعجمية لأني هعمله بحشوة العجمية. معانا هنا اهو كل الانجريدينتس، كل المكونات اللي احنا هنحتاجها. معانا كيلو من العسل الأبيض، ومعانا 150 جرام من الدقيق، ومعانا 4 معالق سمسم، ومعانا كمان 100 جرام من السمن، سمن بلدي، ومعانا كمان جوز هند تقريبا معلقتين، وده اختياري بس انا بحبه جدا في العجمية. ومعانا كمان فانيليا، ومعانا قرفة، ومعانا قرنفل. في ناس كتير بتحب تحط فانيليا بس، وفي ناس ما بتحبش تحط حاجة خالص. انا الحقيقة بحب المكون ده. وكمان معانا هنا عين جمل، بس انا مش هخلطه مع العجمية، انا بحب استخدمه في الاخر وهوريكم ازاي ان شاء الله واحنا شغالين. اول حاجة معانا هنا السمن البلدي. معانا 100 جرام من السمن البلدي. طبعا انا هنا عامله ليه الكميه دي. انا عامله الكميه دي لان انا عامله كميه كحك كبيره، ولكن انا هنزل لك هنا او هنعمل مع بعض مقادير كيلو واحد بس، لكن ورا الكاميرا الحقيقه ان انا هعمل كميه كبيره من الكحك. طيب سخنا السمن كويس جدا جدا لغايه لما خلاص قدح السمن، ونزلنا عليه بالدقيق كاننا بنعمل بشاميل بالظبط. هننزل كده بالدقيق وهنفضل نقلب كويس جدا لغاية لما لونه يبقى بيج كده شوية. هننزل عليه قبل ما يدوبك كده يبقى اللون البيج ده، هنبدأ ننزل بالسمسم وياخد معاه تحميصة حلوة وياخد من طعم الدقيق والسمن البلدي. تمام. طيب بالنسبة للمكونات اللي احنا حطيناها عليها، القرفة والقرنفل والفانيليا. في ناس كتيرة بتحب تحط عليه معلقة من ريحة الكحك، وفي ناس تحط فانيليا، وفي ناس ما تحطش حاجة خالص. انا الحقيقة بحب ده تقريبا، يعني الخلطة السرية بتاعتي انا في الكحك بتاعي، اللي هي بتخلي كل حد يدوق يقول لي ايه الطعم الجميل ده، انتي عاملاه ازاي. تمام. فانا بحب كده جدا ومتعودة على كده طول عمري، وبتطلع الحقيقة العجمية في منتهى الجمال. هنفضل نقلب كويس لغاية لما اللون يصفر كده معانا او يبقى لونه بيج كده غامق، اللون اللي عامل زي لون الطحينة شوية. هننزل هنا برشة القرفة، رشات خفيفة او رشة القرنفل ورشة الفانيليا، ونبدأ. تمام. نزلنا ده القرنفل اخر حاجة اهو. وبعد كده نزلنا بجوز الهند، وجوز الهند بمسكه بطحنه في المطحنة شوية، وبعد كده بروح نازلة بيه على العجمية. هنا نزلنا بكيلو العسل الأبيض، وزي ما قلتلك أنا عاملة كمية كبيرة. الكمية دي تقريبا عاملة عليها تقريبا 6 أو 7 كيلو من الكحك. تمام. فدي الكمية كبيرة، بس انا هكتب لك في الديسكريبشن بوكس حاجات اقل من كده. لو انت حابة تعملي بقى حاجة الكيلو مثلا او 2 كيلو، يا دوب كفاية قوي عليهم. بصي هجرش بس شوية كده. اولا انا محمصة عين الجمل ده في الفرن او في الاير فراير، بتمسكيه تحمصيه شوية. هجرش حبة صغننين قوي عليها، بس انا مش بستخدمه هنا، انا بستخدمه وانا بلف العجمية. تمام. بصي هي بتغلي، هي عمالة كده تبكبك كده في الطاسة، ولما بنودي شايفة المعلقة ونجيبها ما بتعملش خط فاضي في النص. طول ما هي ما بتعملش خط فاضي في النص فهي كده لسه ما استوتش العجمية، ما استوتش معاكي. بصي نازلة سايلة من على المعلقة ازاي، اوعي تشيليها كده. مش هتمسك معاكي وتلف وهتبقى سايحة منك وتضايقك جدا في الشغل. العجمية سهلة، ولكن بتبقى عايزة تبقي عارفة ازاي بتعمليها، وانا هنا هوريكي ان شاء الله تعمليها ازاي وتبقى زي الفل معاكي. هي هنا كده بدأت خلاص تتقل خالص. تمام. هنروح نجيب طبق بس ونحضره جنبنا، علشان احنا اول ما تستوي لازم نشيلها من الطبق، علشان من الطاسة، علشان ما تفضلش تكمل سوا. بعد ما نطفي عليها لازم تنقليها في حاجة صيني او ازاز. بصي احنا هنا بنحاول نختبر. شوفي هي بصي هي بدأت اهي، ما بقتش سايلة خالص، بدأت تمسك نفسها سنة. تمام. طيب احنا هنا خلاص قربنا نقفل عليها خالص. شوفي اهو بدأ يبان طرف الطاسة من تحت، لما بنروح ونيجي بدأ يبان عندي. بصي انا عايزة اوريها لك. بصي اهو بدأ يبان عندي الطاسة من تحت لما بنروح خطوط كده ونرجع. بصي
شايفة؟ ده كده معناها ان هي خلاص كده العجمية استوت. تمام اهو. بصي بدأت تقف سنة، مش قوي، ما تخليهاش تقف قوي كده على المعلقة، ويبقى كده بصي شايفين اهو الخط اللي بيظهر تحت ده. الاول لما كنا بنقلب ما كانش بيظهر. تمام اهو. يلا بقى علشان نشيلها ونحطها في الطبق. شيلناها وبقت زي الفل، مش قادرة اوصفلك ريحتها بتبقى عاملة ازاي، وبتخلي الكحكاية ريحتها عاملة ازاي. حاجة في منتهى الجمال. جوز الهند مش بيبان فيها ولكن بيميز طعمها جدا. بس لازم تطحنيه شوية في البيت عندك، مش بتحطيه كده زي ما هو، تطحنيه في مطحنة التوابل. تمام اهو. هنا بقى كانت بردت. بصي عايزة اوريكي وانا بلفها. بصي بقى شايفة طرية وناعمة ازاي. بصي الجمال اهو. انا بعملها بكورها كلها كده وبغطيها ببلاستيك راب او بكيس بلاستيك، وبسيبها بعد كده علشان هي ايه تحافظ على قوامها لغاية لما اجي اشتغل. شايفة الجمال عامل ازاي. بصي تمام اهي. بصي طرية خالص ولكن مش بتلزق في ايدينا وتضايقنا ولا اي حاجة. طب بتلزق في ايدي اعمل ايه؟ لفيها بسن الدقيق وانتي شغالة، يعني بودر الدقيق كده وانتي بتشتغلي هتبقى زي الفل معاكي. تعالي هنا بقى هنعمل كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق ده كيلو دقيق منخول كويس، ومعاه كمان نص كيلو من السمن. ولو انت عاوزاه يطلع ناعم ودايب خالص خالص معاكي هتحطي معلقه فوق النص كيلو ده، معلقه اكل زي ما المعلقه اللي بتاكلي بيها الرز. معانا هنا خميره، معلقه شاي خميره، ومعانا معلقه سمسم، ومعانا معلقه من المحلب، ومعانا معلقه من ريحه الكحك. كل دي معالق شاي. ودي كوبايه الا ربع ميه وهنستخدمها هنا للخميره، ودي اللي هنعجن بيها. ومعانا ملح. يبقى احنا هنا معانا كيلو دقيق، نص كيلو من السمن، ومعانا كمان معلقة شاي خميرة. ما تكتريش اكتر من كده، وهتسمعي كلام اللي بيقولك حطي كيس خميرة، مفيش كده. والكحك ما بياخدش بيكنج باودر. وهنحط هنا معلقة المحلب، وهنا معلقة ريحة الكحك. ريحة الكحك معلقة اكل ممسوحة. تمام. والمحلب معلقة شاي صغيرة ممسوحة، لان هو بيمرر لو كتر، فخدي بالك. وممكن تستغني عن المحلب طالما انت حاطة ريحة كحك. تمام كده، فهو مش اساسي. والكحك ما بيتحطلوش فانيليا ولا بيتحطله اي منكهات تانية، كل بيعتمد على طعم السمن الحلو. حطينا هنا بقى السمسم، معانا معلقة السمسم الكبيرة. والسمسم على حسب راحتك، في ناس تحب الكعب. بصي احنا هنا غلينا السمن اهو، وهنبدأ ان احنا نحطه. عملنا حفرة الاول حطينا فيها السمسم عشان نطلع الرطوبة منه بالسمن السخن اهو. ونبدأ ان احنا نقلب. الكحك ما بياخدش اي منكهات زي ما كنا بنقول، ولا بياخد فانيليا، ولا بياخد اي شيء، وما بياخدش بيكنج باودر. البيكنج باودر بيبوظ العجينة معاكي، بيخليها بعد كده وانتي شغالة تعلى، واحيانا تعمل اشكال غريبة في الفرن. فاحنا مش بنستخدم بيكنج باودر. اهالينا ما كانوش بيستخدموا بيكنج باودر في الكحك، كانوا بيستخدموا الخميرة وبس. وكانوا بيستخدموا كمان خميرة الافران اللي هي الخميرة البيرة. طبعا احنا دلوقتي مش متوفر لينا، خصوصا انا في غربة، فبالنسبة لي مش متوفر. فعشان كده انا بستخدم الخميرة الفورية، وهي بتكون معلقة شاي، وتكاد تكون معلقة شاي ممسوحة كمان. عارفة ازاي؟ ما تحطيش ابدا خميرة كتير. بشوف ناس يقولك حطي معلقة خميرة كبيرة والكلام ده. احنا هنا بسينا الكحك، ولازم تبسي الكحك مش اقل من 10 12 دقيقة 15 دقيقة. هو ده اللي بيطلع الكحك ناعم معاكي. زي ما شفتي الحركة اللي انا كنت بعملها بايدي. لازم بس الكحك يا جماعة بسناه كويس وبقى ناعم وعامل شبه الطحينة شوية. جبنا هنا المعلقة الممسوحة الصغيرة خميرة، وحطينا عليها معلقة الا ربع من السكر. ما تكتريش سكر، لان السكر بيطلع الحاجات مقرمشة، وانتي مش عايزة الكحك يبقى مقرمش.
فهي معلقة الا ربع من السكر ممتازة جدا. تمام. ودي مقادير الكيلو. هنا دي ميه دافية، هنسيبه بقى يشتغل ويتفاعل. تمام. اهو تفاعلت معانا وبقت زي الفل. هنجيبها ومعانا صاج مدهون بسنة صغننة خالص من الزيت، وهنجيب هنا ونبدأ اننا بقى ايه نعجن. بصي طريقة العجن عاملة ازاي، شايفة؟ لازم تفضلي كده يعني ايه تبقي بتلمي بس كده من تحت. بصي تفضلي تاخدي كده اهو. احنا الاول كنا بنحط بقى عملية البس دي، احنا اللي عدت واحنا بنتكلم. لازم تقعدي تبسي في الكحك كتير، وتبسي فيه وتاخديه بين ايديكي كده، وتقعدي زي ما بيقولوا تحنني كده العجينة بين ايديكي. ودي بتطولي فيها المدة دي بقى او الخطوة دي احنا ما بنطولش فيها، اللي بنحط فيها المية احنا بس بنلم. وهنستخدم الكوباية الا ربع كلها. طب انا هنا بحب الكحكاية ماسكة نفسها قوي زيادة عن اللزوم، او ماسكة نفسها جدا، بحط كوباية من المية الدافية. اما لو انا بحب الكحك فيه سنة نعومية، بحط بس هي يدوب كوباية الا ربع من المية. وبرضو السمن هو نص كيلو ممتاز جدا جدا على الكحك. لو انت بقى من اللي بيحب السمن زيادة فيه، حطي معلقة واحدة بس فوق النص كيلو، ما تكتريش عن كده عشان العجينة ما تتعبكيش. ولو انت حاطة حشوة جوه الحشوة ما تنشفش منك، لان كتر السمن ينشف الحشوة جواها. بصي الجمال، العجينة كانت زي الملبن في ايدينا. شوفي، انا طبعا ما عنديش منقاش، المنقاش بيطلع الرسمة واضحة جدا وظاهرة حتى بعد التسوية. اما الحقيقة القوالب دي ما بتكونش، يعني بتكون شكلها جميل كده قبل الشغل، لكن بعد الشغل مش بتخلي النقشة ظاهرة قوي. ولكن ده كل ده مش بيفرق، لان احنا بناكل الكحك وبيكون ما شاء الله آه، اهم حاجه كله متغطي بالسكر. فمش اساسي قوي عمليه ان هو نقشته ومش نقشته والكلام ده. الاساسي بالنسبه لنا النعوميه والطعم والريحه. تمام. هنا هوريكي بس ازاي بحشي بالعجميه. بصي الاول شوفي العجينه جميله ازاي، العجينه ما ارتاحتش. ما تسيبيش الكحك يخمر، يعني الكحك خلصي واشتغلي على طول. وبعدين ما تسويش بقى على طول، يعني ايه، او يعني مثلا انت معاكي صاجين، اعملي الصاجين وبعد ما تخلصي الاتنين قومي سوي اول واحد. تمام، تكون العجينة ارتاحت وبقت كويسة. بصي انا حطيت عين الجمل جوه العجمية ولفتها، وبعد كده رحت حطها جوه الكحك، حشيتها وحطيتها جواها، بقت زي الفل. انا من الناس اللي بحب شوية احس بطعم المكسرات جوه العجمية. ممكن ما تستخدميش مكسرات خالص، تكتفي بالسمسم ده كده كفاية قوي وهيبقى جميل قوي. وممكن تستبدليها بالسوداني. وممكن ما تحطيش حاجة خالص، ولو حطيت شوية جوز هند اكتفي بجوز الهند، هيدي طعم جميل قوي. بصي شايفة الجمال اهو. بس كده هنخلص ونرجع تاني. هنا خلصنا السجين، والحقيقة ان انا كنت عاملة كمية كبيرة جدا غير دي، وكنت عجنتها تاني لوحدها، ولكن انا حبيت ان انا اوريكم الكمية اللي احنا عاملينها دي، واوريكم ازاي الكحك سهل جدا وما فيهوش ولا افتكاسات ولا اي حاجة. واوعي لما تلاقي العجينة معاكي ناشفة سنة تزودي سمن. الحركة دي غلط، ما تزوديش سمن. هي احيانا بيكون السمنة بردت معاكي فهي جمدت الكحكاية. ودايما جربي واحدة بس. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ شايفة؟ بصي حلو ازاي اهو. بصي شايفة الجمال بتاعه والله، كان ناعم جدا وفي منتهى الجمال. الاولاد طبعا بقى بيبقى ايديهم معايا وبيحبوا جدا يعملوا الحاجات دي. وفرحي اولادك واعملي لهم على قد ما تقدري، كيلو 2 كيلو على قد ما تقدري، هيفرحوا جدا. اهم حاجة التسوية. بتسوي على درجة حرارة 160 للكحكاية السادة. بصي شايفة الجمال والنعومية، وشفتي الحشوة جوه اتقطعت بسهولة ازاي وناعمة جدا. بتحشي على بتسخني الفرن كويس وتسوي على 160، ولو الكحك محشي بتسوي على 180. هنا بقى دي كانت كمية اللي انا كنت عاملاها التانية، ولسه كان في تاني كمان. بفرش كيس بلاستيك من تحت وبشيلهم في الصواني الفويل دي وبغلفهم. بصي الجمال عامل ازاي. ايه رأيك؟ بصي لو وصلتي لغاية هنا ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب ولايك على الفيسبوك، وتعليقاتكم بتبسطني جدا.
شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ بصوا، طبعا بقى مسكنا طبق جميل غلفناه عشان نبعته لحبايبنا علشان نهديهم بيه. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ شايفة؟ يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.